اكيد برضه يا كابتن محمود في ناس محترمه عايزه تخدم البلد بس مش عارفه تخدمها ازاي. بالظبط، مش كده اللي حضرتك قلته ده صح جميل، ونتمنى يحصل ويحصل قريب ان شاء الله بعد ما يحصل الاستقرار في البلد، لانك دلوقتي كل ما تشتغل بغض وزي ما انا قلت قبل كده الماتش بيتلعب ولا ليه طعم ولا ريحه ولا اي حاجه بدون جمهور، مفيش الحماس. في لما تكون الاستاد او الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي او المحله او بورسعيد وتلاقي الملعب فيه 30 40 الف يبقى شكلها حلو واللعيب بيلعب وبينطلق. دي ان شاء الله هتحصل بس اما الحاله تهدى. معايا تليفون بيقول لي في تليفون جاهز يا جماعه لما يجي زغلول جاهز. مي من حدائق القبه. مي الو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايوه ازيك ازي حضرتك؟ الحمد لله ربنا يكرمك. الحمد لله. بحييك جدا على البرنامج بتاعك ده. ربنا يخليك تسلمي. ربنا يخليك. بحيي ضيوفك. ربنا يخليك. ربنا يكرمك. طبعا حضرتك جدا من ساعه ما كنت بتطلع على موديل وعلى نيل سبورت. ربنا يخليك تسلمي. بنكافح والله بنجتهد. والله يا ممتاز استاذ ربنا يوفقك. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. كنت عايز اسال حضرتك سؤال. ايوه. بالنسبه للدوري هو هيستمر ولا يرجع يعني تاني الاحداث دي؟ طيب السؤال ده ليا ولا الكابتن محمود عثمان معايا برضه؟ ينفع؟ ليكوا في الاثنين. خلاص شكرا ليك. شكرا ليك على كده. شكرا ربنا يخليك. شكرا يا فندم. تحياتي حضرتك. شكرا. هو السؤال ده الدوري يعني الناس برضه عندها شغف يعني واحده مثلا مشاهده محترمه او عايزه كوره ولادها ممكن يكونوا يتفرجوا على الكوره، ممكن يكون لان الكوره يا كابتن محمود اقتصاد وسياسه. ما هو معنى ان في كوره يبقى في امن. في امن في الدوله برجوع او عوده الدوري ده هتثبت ان هي دوله قويه. دوله سياده القانون ده هيبقى اساسا هيقولوا ان الدوري رجع، يبقى احنا كلنا لازم نحترم هذه الدولة، لان معنى كده يا كابتن محمود اللي فيه سياسة في السياحة هيجولك دي سياحة في الغردقة وفي كل حتة هيجولك في الأقصر وأسوان. الأمن كل الناس هتجيلك مش خايفة ويدخلوها ان شاء الله امين زي ما قلنا في القرآن ربنا وعدنا بكده وحافظ لوعده. وحاجات كتيرة حتى في الايكونوميك يعني حتى في الاقتصاد هيبقى في بيزنس، رجال اعمال هيضخوا استثمارات، هيبقى فرص عمل جديدة للشباب، هيبقى في دورة من راس المال، هيبقى وراس المال كمان مش في الكوره بس يا كابتن في كل حته. في كل حته. ايه راي حضرتك؟ انا يمكن بقول لها مي بنتنا العزيزه ان عايز الدوري اتحاد الكوره مخلص كل حاجه بس بيستنظر التعليمات. الدوري موجود القسم الاول والقسم الثاني والناشئين، كل الانديه عايزين يبقوا زي ما يجوا وعايزين ينطلقوا وعايزين كل الفرق عايزه تلعب، لكن اقدر العب في الجو اللي انا عايش فيه ده لا. وانا حاسه لو ملاعب قوات مسلحه يا كابتن محمود لو عملنا دوره مجمعه جوه ملاعب قوات المسلحه الناشئين، ما هو كمان انت ما بتلعبش فندق دار المدرعات مثلا او في اي دوره تلعب في دور العرب يتلعب في الملعب في الدفاع دورات سريه برضه يا كابتن محمود. لا سريه للمدربين وخلاص واللعيبه. انا عايز اقول لحضرتك مش ده الطعم مش ده الطعم. كل دول الحربيه بالنسبه للناشئين طلائع الجيش جاهز، طلائع الجيش موجود، الدفاع جاهز، برج العرب والملاعب دي عاصمه السويس بالظبط كل دي تبع الجيش والشرطه جاهزه والشرطه كويسه كله جاهز. بس انا برضو عايز انا احمي بلادنا نحمي بلدنا مش وقتها، لكن اتحاد الكوره الحمد لله جاهز في اي وقت الدوله تقول له ابتدي وهو عايز يبتدي وانت عارف حضرتك جاهزين. هو زي شهر 9 ممكن يكون ان شاء الله بس كمان 9 لازم يكون في الحاله هاديه وان شاء الله هتبقى هاديه. يعني انا عايز اقول الدوري ده متعه لجماهير مصر والدول العربيه والاوروبيه. دي مصر يا جماعه مصر كبيره مصر حلوه، ليه بنعمل فيها كده؟ بنقطع فيها ليه؟ لمصلحة مين؟ يا جماعة حرام حرام والله. فأنا عايز أقول يعني إن شاء الله عندي أمل والله يا أستاذ إن شاء الله أمل كبير جدا إن شاء الله هننطلق قريب أوي ومصر هتبقى شامخة وإن شاء الله هنخلص كل حاجة
بالهدوء وبالسكينه ونحب بعض ونعمل للبلد. انت قلت كده نحب بعض، ما نحقدش على بعض ونخون بعض، واصل ده تابع لفلان، واصل ده بيسرق من فلان، اصل ده مش عارف ايه. عندنا الانا عاليه قوي، الانا عاليه، والمصلحه الشخصيه اهم من مصلحه البلد في فتره من الفترات. يمكن البوصله ترجع تاني ونرجع للمربع رقم 2 مش رقم 0، ونرجع كلنا نحب بعض ويبقى ايدينا في ايد بعض، لان بلدنا محتاجه كده، محتاجه المخلص في عمله، في الرياضه، في الفن، في الاقتصاد، في السياسه، لان الموضوع متكامل مفيش تمحصر ابدا. اتصور ان ان شاء الله زي ما التحولات زي التصور يعني دلوقتي اللوكندات اتضرت، العربيات لنقل اللعيبه اتضرت، اللي بيقطع التذاكر انضرب، كل العاملين على الكوره، على نشاط الكوره، على نشاط الكوره كله تعطل وتعطل فتره طويله. مظبوط. الله الراجل يمكن 4-5 مليون يا كابتن محمود، 4-5 مليون بيشتغلوا على النشاط الراوند زي ما بيشتغلوا 5-6 مليون متعطلين اسر برضه. وبعدين لما تمسك الانديه دلوقتي ما بتدفعش فلوس للعيبه، ما بتدفعش واللعيبه هيتحق والعادي بيرجع 50% يمشي ويمشي تقسيط كمان يا كابتن محمود. بالظبط يا استاذ ياسر. لكن انا برضه اللعيب هيستحمل لامتى؟ ولازم نلم القضيه، نلم. ولو هو ساب النادي هيروح النادي تاني ما هيبقى بطاله، هيبقى على مشكله، هيمسك طوبه وهيضرب في الشارع، هيبقى بلطجي، اللهم صل على كتر وربنا يهديهم ربنا ياخدهم. انا عايز في حد جاب لي كمان لحضرتك سؤال توريث التحكيم، انا قلت حكايه الكابتن محمود هتتجرأ يا ياسر، والله انا جريء اهو قلت. بيقول لعبد الناصر في حكايه ايام المشير عبد الحكيم عامر والزعيم جمال عبد الناصر في كرة القدم، والكابتن محمود عثمان هيقولها، الحادثه بتاعت اللي هو عليها نجيل في الملعب. ايه دي بقى؟ ايه الحكايه دي؟ الناس عارفه. ده الناس انا بشكركم، ده الناس ايه ده ما شاء الله ايام جميله. يعني كان سنه كام يا كابتن محمود؟ حاجه 69 كان الجو جميل، وكان الزمن الجميل بقى كل حاجه قوي. المشير عبد الحكيم عامر والرئيس الحبيب جمال عبد الناصر، ناس ايه، فطرح المنن سالم، ايه ناس ايه، وصلاح سالم احمد والشافعي والبغدادي، تاريخ، ومحمد فايق، تاريخ جميل. الضباط الاحرار دول ولا يا سلام، فتره جميله. لما قامت الثوره الحمد لله وفق، ومحمد نجيب كان معاهم وكله. جمال عبد الناصر ده كان قوه العرب كلها كانت زعيم كاريزما، كل العرب كانت بتحبه، ومصر طبعا. لكن انت شفته وحضرت الجنازه بتاعته الراجل العظيم. اليوم ده يوم غريب، ما يحصلش.